من آخر ما زرت دولة الجزائر كما يقول ابن باديس عبد الحميد العالم الرباني الكبير الإمام: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. ومن زمان كنت أحدث نفسي عن زيارة الجزائر، فأتت دعوة رسمية وذهبت أنا ومشايخ الدكتور يحيى الهنيدي والشيخ محسن الزهراني والدكتور عبد الرحمن القحطاني. والحقيقة أن وجدنا في الجزائر يعني ما لذ وطاب من المواقف والاحترام والتقدير والحضور. هذا ليس مبالغ، هذا موجود يعني مسجل ومصور، ليس لشخصي، لكنه لأن نحن الدعوة الإسلامية هي المحترمة الأولى والمقدرة الكلمة الإسلامية عند الشعوب، بغض النظر عن بعض الطوائف أو بعض الاقتناعات التي توجد من ليبرالية وعلمانية، لكن السائد الأقوى هو الخطاب الإسلامي بلا شك. فوصلنا إلى هناك على كل حال في مشاهد أنا أذكرها. أولا ليس مبالغة، لا تقولنا كنا في إندونيسيا أيضا الجزائر ترى من أجمل البلدان، حتى ديغول يرى أن يقول أضحي بفرنسا ولا أضحي بالجزائر. الجزائر البحر والتل والحديقة ومزارع القمح والأنهار والصحراء، وعندهم ثروة حيوانية. الجزائر هذا بلد سياحي أول، لكن النظام الاشتراكي اللي في عهد هواري بومدين أغلق البلد. الآن بدأ الجزائر ينفتح على العالم، بدأت السياحة تتجه للجزائر. الجزائر تجد عندهم من المعالم يعني في الطبيعة وتنوعها شيء مذهل. فمنها نقطة مسألة الطبيعة في الجزائر خاذة جذابة. مشينا برا من عنابة إلى غوتمالا. غوتمالا هذه ولاية الرئيس هواري بومدين، وعنابة آية في الجمال، هي على البحر تأخذ بالألباب. سكننا في فندق، البحر يضرب، الأمواج تضرب في طرف في جدار الأوتيل الفندق اللي ساكنين فيه. تصعد إلى الجبال، أخذونا في استراحة في مزرعة عالية، والجبل كله مشتبك بالأشجار وبالخضرة وبما لذ وطاب. لما ذهبنا مثلا من عنابة إلى غوتمالا، مزارع القمح أمامك مد البصر، كل مزارع القمح. حتى القمح عندهم بالمناسبة يقول البابا في الفاتيكان، أي مدري بابا هذا واللي قبله، لا يأكل إلا من قمح غوتمالا. هذا قمح متميز، القمح الجزائري. أيضا التيس الجزائري والكبس الجزائري، هذا ليس نكتة بل هذا صحيح، لأن عندهم الأغنام ترعى مرعى، يعني عندهم آتاهم الله الطبيعة، لا يعرفون مثل عندنا، لا يقدمون الحب، ترعى بكثرة المراعي عندهم، فتجد اللحم عندهم متميز والمرق متميز. الكرم الجزائري يتابعنا، لما كنا ننتقل كانوا يعني يرحبون بنا، عندهم شوي اللحم، يأتون بالذبيحة كاملة مشوية يقدمونها لك، مع طبعا الشاي الجزائري وما عندهم. في مشاهد العاطفة الدينية الجزائرية القوية، فتجد ليس عندهم خيار إلا خيار الإسلام. صدقوني، وهذه كلها موثقة. ألقينا محاضرات في الجزائر العاصمة، وفي عنابة، وفي غوتمالا، وفي قسنطينة، وفي غيرها. المساجد ممتلئة، حتى الناس يقفون خارج. في محاضرات خاصة بالنساء، تأتي المرأة الجزائرية الصابرة المحتسبة التي إما عندها أخ شهيد ولا عم شهيد ولا ابن شهيد. هم بلد المليون شهيد، هم بلد الدم الأحمر، هم بلد المليون شهيد، هم بلد الدم الأحمر. قد مضى هذا النشيد الوطني عند الجزائر، وبشركم عزف النشيد الوطني في محاضرة، وقام الجزائريون كلهم فقمنا، ما عاد فيه. حتى يقول بعض الإخوة والمشايخ عندنا كيف نقوم، وش نسوي يعني؟ قام كل الجزائريين، قام رجال ونساء في المدرجات. عندهم جامعة منتوري، جامعة الأمير عبد القادر، فإحداها جامعة الأمير عبد القادر عزف السلام الجزائري الوطني، وهو من أحسن الكلمات قسما، يعني بالنازلات القاصفات والبنود اللامعات المشرقات في الجبال النائفات، أظن كذا. هذا الشاعر الذي قال هذا القصيدة قتل أو مات في الزنزانة، جزائري، يوم الثورة على فرنسا، يوم حرب الاستقلال. من ضمن الكلمات القوية: يا فرنسا قد مضى وقت العتاب. يقول انتهى العتاب والمراسلات، جاك البارود الآن والنار. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب، فاستعدي وخذي منا الجواب. يا فرنسا قد دنا وقت الحساب. مش هذا الكلام، هذه العبقرية.
وش هذا الإمتاع؟ يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، فاستعدي وخذي منا الجواب، يا فرنسا قد دنا وقت الحساب. وش هذا الكلام؟ هذه العبقرية. وش هذا الإمتاع الأدبي الذائق؟ وما هي الحرارة والوقود والقنابل هذه؟ يا فرنسا قد مضى وقت العتاب. خلاص سامحينا، ما عاد في كلام، ولا عدنا بنطول في الحديث، ولا عاد في مراجعات، ولا في وفود دبلوماسية، وخلاص انتهى مسألة اجتماع مغلق واجتماع مفتوح أبد. جاك الآن شيء من الله سبحانه وتعالى، جاء الموت الأحمر والقتال. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطوينا كما يطوى الكتاب. رمينا خلاص، ما في عتاب، ما في مراسلات، كانت البرقيات ما عاد فيه. الوفود تتوقف، الآن وفود الكتائب. وطويناه كما يطوى الكتاب، فاستعدي وخذي منا الجواب. جواب آخر، ترى ما هو بجواب برقيات ولا خطاب ولا مراسلات، جواب الموت، الرصاص، النار، البارود. يا فرنسا قد دنا وقت الحساب. والله نقتص منك حساب وحاسب. والله فرنسا، والله لقنوها درس لا تنسى في التاريخ، أوقفوها عند حدها، دكوها دكا. يا فرنسا قد دنا وقت الحساب. والله نقتص منك حساب وحاسب. والله فرنسا، والله لقنوها درس لا تنسى في التاريخ، أوقفوها عند حدها، دكوها دكا. والله لقنوها درس لا تنسى في التاريخ، أوقفوها عند حدها، دكوها دكا. قالوا كان الجزائري ترى يلغم نفسه بالقنابل. هذا حرب كرامة، هذا حرب بطولة، هذا حرب استبسال. أنا أحيي الجزائريين، هذه حرب يعني ترفع الرأس، هذا تشرف التاريخ. هذا ما هي عمل إرهابي ولا تدميري، هذا ليس إفساد في الأرض، هذا حرب شهادة، حرب استقلال. الجزائر هذا دولة مجاهدة، دولة محتسبة، دولة صابرة. الجزائريون صنعوا من أعظم الثورات في العالم، يوم قاتلوا المحتل الفرنسي سجلوا بدمائهم ملحمة بطولية قل أن توجد في التاريخ. ولذلك تجد الجزائريين فيهم من الرجولة والشراسة والقوة، وتجد تشعر بشمم عزة الإسلام حتى التاريخ. ولذلك تجد الجزائريين فيهم من الرجولة والشراسة والقوة، وتجد تشعر بشمم عزة الإسلام. لا، حرب كرامة، يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. فالجزائريين يحققوا للشاعر العربي لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الحاجات بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان. وإذا الغريب أقام وسط رحالهم ردوه رب صواحل وقيان. وإذا دعا الداعي اليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. الجزائريين شدوا شعاع الشمس بالفرسان. الجزائريين خرجوا في أيام كل مستبسل، الفلاح الجزائري، المزارع الجزائري، الكاتب الجزائري، الجندي الجزائري، الصحفي الجزائري، العالم الجزائري، كلهم هبوا إلى السلاح، وكلهم جاهدوا، كلهم قاتلوا. ما في بيت في الجزائر إلا مقتول وإلا جريح وإلا سجين. قاموا بثورة عالمية ضد دولة باغية فرنسا، دولة كبرى، دولة تحتل تسير البوارج والسفن، ومع ذلك قدموا الدم الجزائري، فسحقوا فرنسا سحقا لا يوجد في التاريخ مثل. ذبحوا فرنسا ذبحا هائلا وهم قدموا شهداء. أصل ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. الثمن المجد ما هو أوراق ولا مؤتمرات ولا بوس روس ولا بوس خشوم. الثمن المجد بارود ونار ودم وروح وقتل وشهادة. ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. دفعوا، حاربوا عن أرضهم، معتقدهم، عن بلدهم، عن رسالتهم، عن مبادئهم. ولذلك سجلوا أكبر ثورة في التاريخ المعاصر، ثورة الجزائريين، يوم خرجوا ضد المحتل والمستعمر والمبتز. ولذلك الحقوق التي تضيع لا ترد إلا بالقوة، ما ترد. مجلس الأمن تشتكي على مجلس الأمن. قلت في الرسول صلى الله عليه وسلم: عقود نصرك في بدر وفي أحد ونصرنا فيك لا في هيئة الأمم. هم أصلا هم الجلاد، تجعله حاكما، تجعله منصفا، تشتكي عليه. هو بمجلس الأمن قرارات الأمن. احتلت إسرائيل فلسطين وصدرت ضد إسرائيل قرارات إدانة، لم يطبق شيء. يعني الدول الخمس الدائمة العضوية الخمس، الفيت والنقض، كلها مع إسرائيل. الجزائر ما ذهبوا لمجلس الأمن. تذهب تشكو على حقوق من؟ على محكمة العدل الدولية تشكو عليها تستحليل أرضك؟ تشكو على مجلس الأمن تستأذن في تحرير أرضك؟ لا،
في تحرير أرضك خذ السلاح، خذ البارود، اخرج بالرصاص، اخرج بالديناميت، لأن هذا هو تحرير الوطن. الدفاع عن الوطن من الإيمان، الدفاع عن الوطن رسالة، الدفاع عن الوطن عقيدة، الدفاع عن الوطن شرف، مثل ما فعل السوريون. سوف يكون لنا حديث مع سوريا حتى يقول لهم شوقي يمجد السوريين ويمدحهم دم الثوار، تعرفه فرنسا وتعرف أنه صدق وحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. الحرية الحمراء ما تشرى، ما تطلب بالاستبداد، ما تطلب بالشكوى على مجلس الأمن. الحرية الحمراء بالدم، بالرصاص، بالبارود، بالسيف، أن تقاتل عن مبدأك وعن دينك. كل دول الأرض ترى تحرك بالقوة، ما هي بالاستجداء. كمبوديا، فيتنام طلبت من الأمريكان، ما أسس روسيا الأمريكان، لا، فيتنام حطت ديناميت واغتيال وكمين ورصد وبارود ورصاص